رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. يلا نلحق نعمل مع بعض شويه مخللات كده. عملنا مع بعض القرنبيط واللفت وكمان المخلل المشكل. يلا هنعمل مع بعض شويه ليمون معصفر كده. مش سفرتنا في رمضان ما بتخلاش من المخلل، واحلى مخلل هو الليمون المعصفر بطريقه سهله قوي. هخليكي تعملي تاكلي منه بعد اسبوع واحد بس، وكمان مش هيبقى فيه مراره خالص، وطعمه هيبقى زبده. جبت معايا هنا كميه الليمون طبعا اللي انت عايزاها. انا معايا هنا كيلو ونص من الليمون. جبت الليمون طبعا الاصفر، هو احلى ليمون، الليمون المعصفر، وبيبقى اللي لونه اصفر، وبيبقى الحجم بتاعها كبير شويه، وكمان القشره بتاعتها تبقى خشنه وسميكه شويه. بيبقى احلى ليمون معاكي، وبيطلع معاكي حلو جدا جدا. جبته غسلته كويس قوي، بعد كده بدات اقطعه، اشرحه كده شريحه بالعرض وشريحه بالطول. الكميه كلها معايا قبل ما بسلقه، قبل ما بتعامل معاه خالص. هنا قطعته معايا، مش بوصل بالتقطيعة لحد الاخر، لحد نص الليمونة بس بقطعها، وبعد كده خلاص مش بوصل لحد الاخر علشان ما تتهريش مني، لان لسه كمان هسلقه. في الوقت ده ببقى حاطه ميه تغلي على النار عشان انزل فيه بالليمون بتاعي. بصوا هنا بعد ما قطعته مش بنزل بالتقطيع لحد الاخر. ادي الميه المغليه نزلت فيها بالليمون كله، مش بحط اي اضافات في الميه خالص. انا بس لازم الميه تكون مغليه معايا، وغطيتها وحطيتها على النار. نيجي بقى نجهز الخلطه الجميله اللي هنحشي بيها الليمون. معايا هنا حوالي 5 ل6 جزرات مبشورين، عليهم 3 معالق من الهريسه، هريسه الشطه احنا عاملينها مع بعض هنا، وعليهم 3 معالق كبار من العصفر، العصفر من عند اي عطار، وكمان معاهم 3 معالق كبار من حبة البركة. وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه. عاوزة تزودي كمية الجزر، تزودي العصفر، حبة البركة، براحتك، ده يرجع ليكي. بس الكمية اللي قدامي دي مناسبة قوي للكيلو ونص من الليمون، كفتهم بالظبط. حوالي 6 جزرات مبشورين، انا كان الجزر حجمه صغير فكانوا حوالي نص كيلو من الجزر. انا الخليط بتاعي جاهز خلاص. ابص بقى على الليمون، بقاله حوالي 10 دقايق على النار، بدأ يفتح معايا كده ويبدأ يستوي. طبعا مدة السوى على النار دي ترجع ليكي، عايزة تاكلي منه بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد سنة، بيرجع ليكي في وقت السلق بتاعه. انا سبته حوالي تلت ساعة بس. هنا نيجي بقى للمية اللي هنسقي بيها الليمون المعصفر. عندي ميه مغليه ومتبرده، اهم حاجه الميه تبقى مغليه ومتبرده. حطيت عليها كل لتر من الميه بياخد 4 معالق ملح كبار ومعلقه من السكر. هنا كميه الميه بتاعتي اخدت معايا حوالي 5 معالق ملح كبار ومعلقه من السكر، وحطيت حوالي معلقه صغيره من الخل. ورجعت بقى اطلع الليمون بتاعي، قعد حوالي تلت ساعه معايا. ممكن تسيبيه ازيد من كده لو عايزه تاكلي منه على طول بعد كام يوم. انما رمضان كل سنه وانتم طيبين فاضل عليه اسبوعين، فهتبقى وقت مناسب جدا ان هو يكون اتخلل معايا. الميه اللي بنسلق فيها الليمون ما بنستخدمهاش تاني، بترميها لانها بتبقى واخده المراره كلها بتاعه الليمون. في حد ممكن يقول لك استخدمي الميه بتاعه الليمون في تخليله، لا، بتمرر الليمون خالص، ومهما يقعد معاكي بيبقى مر برضه. هنا جبت البرطمان اللي هملح فيه، حطيت فيه معلقه من الخل عشان التعقيم طبعا. هو بيبقى نضيف ومغسول كويس قوي، ومعلقه الخل بتعقمه بحيث ما يبقاش فيه اي بكتيريا في المخلل بتاعك. وابدا بقى احشي بالخلطه الجميله دي الليمون. طبعا الليمون بعد ما نزلته من الميه السخنه شطفته تاني شطفه اخيره تحت الحنفيه بحيث يبرد معايا، وكمان ما يبقاش ينزل في البرطمان بالخلطه دي وهو سخن. يعني حاولي تنزلي عليه الميه شويه كده، حوالي 10 دقايق بتاعه الحنفيه، بحيث لو فاضل فيه شويه مراره تنزل تاني في الميه. احنا مش بنغير عليه الميه خالص، ولا نفضل يقعد كذا يوم نغير عليه الميه. هو هيبقى حلو جدا معاكي ومش هيبقى فيه اي مراره خالص. امشي بس على نفس الخطوات دي وهتعمليه وهيعجبك، هيبقى حلو جدا جدا معاكي. حطيت معاه كده قرن شطه علشان يخليه مشطشط شويه. فتحت الفلفل من جوه وحطيت فيه شويه ملح، وبعد كده حطيت فيه من نفس الخلطه دي علشان ياخد نفس الطعم بتاع الليمون معايا، وفي نفس الوقت يخلي الليمون كده سبايسي طعمه حلو. المخلل بيبقى سبايسي بيبقى احلى طبعا من ان هو يبقى بارد. وكملت الكميه بتاعتي كلها. كميه الخل اللي حطيتها فيه، حطيت حوالي معلقه صغيره في ميه التخليل، كفايه قوي عليا علشان ما تهريش الليمون. وبكمل كميه الليمون بتاعتي كلها، بحشيها كويس قوي، بحط فيها كميه محترمه من الخلطه، واحاول ما اضغطش عليه قوي لانه برده مستوي معايا. انا منزلاه حوالي نص سلقه، ما كملش السلقه بتاعته كامله. لو عايزه تاكلي منه على طول كمليه سليق، مش هيجراله اي حاجه. كل ما يبقى مسلوق معاكي ياخد كميه سلق كويسه، كل ما هتاكلي منه بسرعه. انما لو عاوزاه يقعد معاكي شهور، هي بس بننزله في الميه ونطلعه على طول، ما بيتسلقش اصلا في النار. هنا البرطمان بتاعي اخد حوالي كيلو،
وبقيه الليمون احطه في علبه عندي تانية كده، وبعد كده ابدا احط عليه محلول الملح اللي انا جهزته. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو متنسوش تضغطوا زر الاشتراك وكمان تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. هنا بقى خلصت كل كميه الليمون، اتفضل شويه من الخلطه كده حطيتهم فوق الوش من فوق، وبعد كده هبدا اسقي بقى بمحلول الملح اللي انا جهزته. اهم حاجه ان الميه بتاعه محلول التمليح تكون مغليه ومتبرده، ما تستخدميش ابدا ميه من الحنفيه او الميه اللي ساقين فيها الليمون، علشان تضمني ان الليمون بتاعك ما يبقاش فيه بكتيريا خالص، ما يعفنش وكمان ما يبقاش ممرر. انا خلصت الكميه بتاعتي كلها، هبدا اغطيها. حاولي تحطي كيس بلاستيك كده تحت الغطا وتقفلي عليه علشان تضمني انه محكم الغلق كويس قوي. وهنا بعد ما خلص الليمون ما شاء الله اللهم بارك، طعمه خطير، جربيه وهيعجبك قوي. والسلام عليكم ورحمه الله.